عمرك حسيت إنك تايه جوه دماغك أو حسيت إنك مكتئب بس مش عارف ليه أو بتلوم نفسك على كل حاجة حتى لو صغيرة؟ اللي قاله ديفيد بيرنز في كتابه الشعور الجيد أو feeling good هيخليك تبص لمشاعرك بطريقة يمكن عمرك ما فكرت فيها قبل كده. بيقولك إن المشاعر مش دايما جاية من الواقع، لكنها جاية من طريقة تفكيرك أنت في الواقع ده. يعني باختصار، مشاعرك بتسمع كلامك، فلازم تتعلم تفكر صح علشان تحس صح، وعشان تتعلم تفكر صح محتاج تفهم ازاي دماغك بتصنع المشاعر دي. تعال ندخل جوه عقولنا ونفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. واحد، المشاعر مش هي الواقع. بيرنز بيقول اللي بتحسه مش دايما دليل على اللي بيحصل فعلا. المشاعر مش كاميرا بتسجل الواقع، دي النتيجة اللي بتطلع بعد ما الحدث يعدي من فلتر اسمه طريقة تفكيرك. يعني مثلا لو صاحبك ما ردش على مكالمة تليفون منك، دماغك ممكن تقولك فورا ده أكيد متعمد يتجاهلني، فتبدأ تتضايق. بس لو فكرت ثانية واحدة وقلت يمكن نايم، يمكن مشغول، هتلاحظ إن الإحساس اتبدل على طول. الموقف واحد بس كل تفسير بيولد إحساس مختلف، لأن اللي بيصنع الإحساس مش الموقف، اللي بيصنعه هو المعنى اللي أنت بتحطه جوه الموقف. الحدث في ذاته دايما محايد، بس عقلك هو اللي بيلونه، والمشاعر بتصدق اللون اللي أنت بتختاره. فقبل ما تصدق إحساسك، راجع القصة اللي حكتها لك دماغك، لأن أوقات كتير القصة دي بتبقى غلط من الأساس. اتنين، الأفكار التلقائية أسرع من وعيك. بعد ما فهمنا إن التفسير هو اللي بيصنع المشاعر، طيب مين اللي بيخلق التفسير ده أصلاً؟ الإجابة: الأفكار التلقائية. ودي أفكار بتعدي في دماغك بسرعة البرق قبل ما تلحق تلاحظها أصلاً. زي لما تغلط في الشغل مثلاً ودماغك تقولك فوراً أنا غبي، أنا مش نافع. الجملة دي لوحدها كفاية إنها تنزلك في حفرة إحباط في ثانية واحدة. بس لو وقفت لحظة وقلت أنا غلطت المرة دي أيوة، بس هاتعلم منها للمرات اللي بعد كده، الإحساس كله بيتغير فورا. الأفكار التلقائية دي شبه المايسترو اللي بيقود الأوركسترا كلها من ورا الستارة. هو مش ظاهر، بس هو اللي بيحرك كل حاجة. بيرنز بيسميها الشرارة الأولى للمشاعر السلبية. لو سبتها هتولع نار القلق والاكتئاب، لكن لو لحقتها بدري تقدر تطفي الحريقة من قبل ما تبدأ. 3، المشاعر مش أدلة، لكنها رسايل. الغلط هو إنك تفتكر إن إحساسك دليل على الحقيقة. يعني لما تحس بالذنب تقول أنا فعلا إنسان وحش، أو لما تحس بالقلق تقول أكيد في كارثة جاية، فتتعامل مع الشعور كأنه حقيقة مؤكدة. لكن الصح إنك تشوف الإحساس كرسالة، مش كحكم نهائي. يعني المشاعر جاية تقول لك خلي بالك، في حاجة محتاجة منك انتباه، مش جاية تقول لك أنت غلطان. يعني الإحساس بالذنب مثلا ممكن يكون رسالة إنك محتاج تصحح تصرف معين، مش إنك إنسان سيء. الخوف ممكن يكون رسالة إنك محتاج تستعد، مش إن أنت هتفشل. القلق ممكن يكون رسالة إنك محتاج ترتاح شوية، مش إن حياتك بتقع. المشاعر عاملة زي إشارات المرور، لو شفت لون أحمر أقف أيوة، بس كمان ما توقفش للأبد. خد الرسالة وافهمها وتحرك بعدها صح. اسأل نفسك الرسالة للإحساس ده بيحاول يقولها لي إيه هي؟ مشاعرك إشارات، بس أنت اللي لازم تترجمها صح. 4، التشوهات المعرفية أو الأفكار اللي بتزور الواقع. بيرنز بيقول إن دماغك ساعات بتعمل فيك مقلب، بتخليك تشوف الدنيا بعدسة مش مظبوطة، عدسة بتكبر الغلط وتصغر الصح. العدسات دي اسمها التشوهات المعرفية، وهي السبب الرئيسي في إن مشاعرك تبقى مش حقيقية. تعال نشوف أشهرها: التفكير الكلي أو الأبيض والأسود. يعني يا كسبت يا خسرت، أنا يا ناجح يا فاشل. زي طالب جاب 90% ينسى ال90 ويركز في ال10 اللي نقصت. النتيجة مهما تنجح هتفضل تحس إنك فشلت. التعميم المفرط، يعني غلطة واحدة معناها إن أنا غلطان على طول. اتأخرت مرة يعني أنا دايما بتأخر. اترفضت مرة يعني أنا عمري ما هتقبل أبدا. دماغك بتاخد حالة استثنائية وتحولها لقانون عام. إلغاء الإيجابيات، يعني حتى لما تنجح تقول ده حظ أو ده مش إنجاز كبير. زي مثلا اللي بياخد ترقية فيقول أكيد مفيش حد غيري قدم أصلا. العقل هنا بيرفض الاعتراف بأي دليل إيجابي، كأنه بيحارب نفسه. قراءة الأفكار، يعني تفتكر إنك عارف اللي الناس بتفكر فيه،
يعني تقول أكيد هم شايفينّي تافه، أو هي باصّة لي كده ليه، يبقى أكيد زعلانة منّي. بس الحقيقة ما فيش حد فينا بيقرا الأفكار، دي مجرد تخمينات بنصدقها كأنها واقع. التنبؤ السلبي، قبل أي حاجة ما تحصل تتخيل أسوأ سيناريو ممكن، يعني تقول أكيد هتلخبط في المقابلة، أو أكيد مش هيعجبهم شغلي، فتعيش في توتر قبل ما يحصل أي حاجة أصلا. الخيال السلبي بيخلق مشاعر حقيقية جدا من ولا حاجة. التضخيم أو التصغير، يعني تضخم الغلط الصغير كأنه كارثة، وتصغر النجاح الكبير كأنه ولا حاجة، زي اللي يقول أنا بوظت العرض كله عشان نسيت جملة، أو أنا ما عملتش إنجاز، أي حد يقدر يعمل كده. النتيجة دايما حاسس إنك أقل من الحقيقة. العبارات المطلقة، زي لازم أكون مثالي، ما ينفعش أغلط، لازم الكل يحبني. كلمة لازم دي من أكتر الحاجات اللي بتولد إحباط، لأنك في النهاية إنسان مش روبوت، وكل ما تغلط صوت النقد الداخلي جواك بيفضل يجلدك. الوصم، يعني تحكم على نفسك بكلمة واحدة سلبية وتختصر هويتك كلها في الكلمة دي، زي ما تقول أنا غبي، أنا فاشل، أنا إنسان وحش. يعني بدل ما تقول غلطت في حاجة، تقول أنا كده دايما بغلط، وده أخطر نوع من التشوهات، لأنه بيدمر احترامك لنفسك. الشخصنة، يعني تحمل نفسك ذنب أي حاجة بتحصل حواليك، لو حد متضايق تقول أكيد أنا السبب، لو الشغل ممشيش تقول أنا اللي قصرت، حتى لو الموقف ملوش علاقة بيك أصلا. العقل بياخد كل حاجة على نفسه كأنه هو محور الكون. الخطير بقى في التشوهات دي إن دماغك بتفضل تكررها لحد ما تصدقها كأنها قوانين، فتبدأ تحكم على نفسك من خلال عدسات غلط. لكن أول ما تمسك العدسة وتشوفها بوعي، كل حاجة تتغير. دلوقتي عرفنا إزاي أفكارنا ممكن تزور الواقع وتخلي مشاعرنا دايما تبان حقيقية، حتى لو كانت مبنية على أفكار مش حقيقية. لكن السؤال المهم، إزاي نكسر الدايرة دي ونبدأ نتحكم في دماغنا بدل ما هي اللي بتتحكم فينا؟ هنعرف ده في الجزء التاني من الفيديو، وهنتعلم إزاي نوقف دوامة التفكير السلبي ونعيش بإحساس متوازن فعلا، خطوة بخطوة، بالطريقة العملية اللي خلت ناس كتير يتخلصوا من الاكتئاب والقلق. ما تفوتش الجزء الجاي، لأنه مش مجرد كلام، دي الطريقة اللي ممكن تغير حياتك فعلا. سلام.